بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في أكاديمية الجرافيك، دورة الفوتوشوب CS5، مقدمة من أكاديمية الجرافيك. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الفوتوشوب بشكل عام، دي كمقدمة لبداية الدورة إن شاء الله. هنتكلم على نقط أساسية لازم كلنا ناخد بالنا منها. النقطة الأولانية اللي هي البساطة، هي أساس الإبداع. البساطة أساس الإبداع لأنها بتكون أحلى حاجة لما بتبقى على طبيعتك، تصمم بطبيعتك، مش بتزود في الألوان، مش بتزود في أي حاجة، فبتطلع أو بيطلع التصميم مح- محترم، شكله كويس، مفيش فيه مغالاة أو زيادة يعني. لأن في تصاميم ما بتحتاجش أكتر من لون أو اتنين أو تلاتة بالكتير، ما بتستحملش أكتر من كده، فأنا لو زودت لها التصميم مش هيبقى شكله حلو. وفي بالعكس في تصاميم بتحتاج شغل أكتر، زي إضاءة، زي ظل، زي انعكاس وكتابة وغيره يعني من حاجات الفوتوشوب. دي كانت النقطة الأولى، واللي هي البساطة هي أساس الإبداع. النقطة التانية هي الثقة في قدراتك وفي تصاميمك. لازم تثق في قدراتك وفي تصميمك، وما ترميش تصاميمك القديمة، لأنك هتتطور واحدة واحدة، علشان بعد كده لما تتقدم تحط أول تصميم ليك وآخر تصميم ليك قصاد بعض، وتشوف الفرق، انت تقدمت ولا لأ. طب ايه السبب ان انا ما تقدمتش، ايه السبب ان مستواي ما تحسنش، وتبدأ تطور من نفسك. وغير كده كمان ان يعني في مقولة بتتقال ان اللي ملوش ماضي ما يبقاش له مستقبل. فدايما خلي ماضيك قدام عينيك، ان انا كنت وحش مثلا في بداية الفوتوشوب، عامل صورة مهزوزة، صورة مش درجة نقائها عالي. حط دي قدام عينيك دايما، هتبدأ بعد كده تطور في نفسك وتحدث من نفسك. النقطة التالتة وهي انك ما تقارنش نفسك بأي شخص آخر. ده نقطة مهمة جدا، لأن في ناس بتفشل في الفوتوشوب لأنها بتبص على مثلا تصميم فلان، وتبدأ تقارن تصميمها بتصميمه، وتقول لأ، أنا بالنسبة له 1% من شغله، فبيهمل الفوتوشوب وما بيبقاش عايز يصمم وما بيبقاش عايز يتعلمه أساسا، تعمل له حالة من الإحباط. فأنا مش عايز كده، أنا عايزك ما تقارنش نفسك بأي حد، لأن الإمكانيات بتاعتك غير إمكانياته، مهاراتك غير مهاراته. هو مثلا في مستوى متقدم وانت لسه في مستوى مبتدئ، هو أصبح بروفيشنال وانت في المستوى المتقدم، فما تحاولش تقارن نفسك بيه. وكل ما هتتقدم كل ما هو برضه بيتقدم. النقطة الرابعة، النقطة دي مهمة، اللي هي الابتكار. دايما اتعود انك ما تقلدش، لان التقليد ما بيصنعش منك مصمم، بيصنع منك مقلد. يعني انت ممكن تجيب التصميم وتحطه قدامك وتعمل زيه بالظبط، فما بيخلكش مصمم، ما بتعرفش تستفاد من تصاميمك، لانها كلها متقلدة من تصاميم الغير. والتقليد دايما نهايته وحشة، انما الابتكار دايما بيبقى عندك افكار متجددة، انك تبتكر وانك تصمم، دايما عندك الافكار دي موجودة. النقطة الخامسة وهي الصبر والثقة في النفس.
لازم تصبر، تثق في نفسك، ودايما بص على الناس اللي اكتر منك علما وخبرة علشان تتعلم من تصميمهم، عشان تجرب تاخد تصميمه وتجرب عليه ازاي هو عمل ده وايه فكرته في ده. دول كانوا من اهم 5 نقاط حبيت اتكلم معاكم فيهم في البداية كده، علشان كلنا نبقى على نور واحنا بنبدأ الدرس، بنبدأ الدروس بتاعتنا ونبدأ الدورة بتاعتنا، لأن الدورة بتاعتنا هتبقى من الصفر، من البداية حتى الاحتراف إن شاء الله. ممكن تقعد شهر، ممكن تقعد شهرين. لأن أول الجزء الأول هيبقى مخصص للمبتدئين، هناخد فيه أدوات الفوتوشوب وقوائم الفوتوشوب، أداة وقائمة قائمة. الجزء الأول هيبقى متكون من 6 دروس تقريبا، هناخد فيها كل حاجة تخص المبتدئين. ولو انت ما عندكش الفوتوشوب CS5 ممكن تطبق معانا وتبدأ معانا الدورة بأي إصدار عندك، إلا في وقت معين أنا هحط فيه درس عن كل الجديد في الإصدار ده، اللي هو الإصدار الفوتوشوب CS5. فبالطبع اللي عنده أي إصدار قديم ملوش لازمة في الدرس ده. فعشان كده عايز نصبر، لأن الدورة هتمشي معانا واحدة واحدة. في نقطة أخيرة هقولها، لأن النقطة دي أو الكلام ده كان عجبني قوي من شخص يمكن أكتر واحد علمني الفوتوشوب. كنت قاعد معاه وكان معانا واحد كان لسه بيبدأ تعلم الفوتوشوب، فبسأله بيقوله هو الفوتوشوب ملوش نهاية وملوش حدود؟ فرد عليه الأستاذ ده قال له نهاية الفوتوشوب هي نهاية خيالك، وحدود الفوتوشوب هي قدراتك. فنهاية الفوتوشوب دايما مع نهاية خيالك، وحدود الفوتوشوب هي حدود قدراتك والتعليم اللي انت وصلت له ومش قادر تتطور عنه. فعشان كده بتكلم ان احنا نصبر وان احنا نطبق مرة واتنين وتلاتة وعشرة على الدرس ونفهمه، لان خلاص طالما فهمناه انتهى الحوار، انتهى بالنسبة لنا، مش هنغلط فيه تاني. من اعظم الحاجات اللي احنا ممكن نتخيل منها ونبتكر منها القرآن الكريم. في سورة الرحمن تقريبا فيها وصف للجنة. تخيل ربنا بيوصف لك الجنة، تخيل وابدأ اشتغل فوتوشوب مثلا ازاي ترسم الجنة دي، او ازاي انت تخيلك للوصف اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفه يطلع معاك ازاي. ايه مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، مواقف الصحابة، الغزوات. من اكتر الحاجات اللي ممكن تبتكر منها وتتخيل منها هي الحاجات الدينية. واكتر حاجة انا مزعلاني انا شخصيا من نفسي ان انا بعدت عن الحاجات دي يمكن من سنة تقريبا، وانا ما بصممش نهائي تصاميم دينية ولا اسلامية. انما ان شاء الله رمضان جاي علينا وكل سنة وانتم طيبين، كلها 3 شهور ورمضان هيجي علينا. هنعمل خيمة رمضانية فيها تصاميم فيها كل حاجة، وان شاء الله نبدأ نرجع مع بعض ونشوف افكار بعض ونستفيد من افكار بعض فيها. دايما مثلا لو في فيلم انت بتتفرج عليه، شوف الفيلم مثلا في فكرة عجبتك من الفيلم ممكن تعملها تصميم. في فيلم زي
الافاتار ده مثلا ممكن تعمل منه تصاميم جميلة، رغم ان انا بالنسبة لي ما بيأثرش فيا يعني انا اعمل فيه تصاميم. في الافلام الانمي بيطلع منها تصاميم حلوة قوي، بيطلع منها افكار حلوة يعني. ودايما خليك منظم في الملفات بتاعتك. دايما الفرش تبقى لوحدها، فولدر لوحده. البي اس دي او الستوك او الفيكتور في فولدر لوحده. السكرابز، الرندرات. دايما قسم حاجات التصميم بتاعتك لفولدرات، عشان لو انا عايز مثلا فرشة شجرة، خلاص انا عارف فرش مثلا، بدخل على كلمة فرش، الفولدر اللي عندي طبعا مقسمه فرش طبيعية، لا فرش نار، فرش اشجار مثلا، فرش مش عارف ايه، فرش ايه. وبدخل على فرش الاشجار، ببقى عارف الشكل اللي انا عايزه. دايما خلي جنب كل فرشة مثال ليها علشان ما تحتارش. جنب اي حاجة خلي دايما جنبها مثال، صورة، عشان ما تحتارش في اللي انت بتدور عليه. دي كانت مقدمة وبداية للدورة بتاعتنا كده. وان شاء الله دروسنا هتبقى من يوم الحد اللي جاي، وهتبقى دايما حد واربع، كل حد واربع درس هينزل ان شاء الله. وفي اليومين دول هيبقى فيهم التطبيقات بتاعتنا ان شاء الله. امر الله نقدر نستفيد كلنا ان شاء الله من بعض. نبدأ نتعلم، نبدأ اللي ناسي حاجة يفتكرها. وان شاء الله تبقى دورة موفقة عليا وعليكم وعلى الأكاديمية كلها إن شاء الله. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.